الليلة ديربي الكبرياء يشتعل. الهلال المتصدر يدخل بقوة الإعصار، والاتحاد يبحث عن ضربة تعيد الهيبة. 90 دقيقة النار في المملكة أرينا. من يفرض كلمته في الكلاسيكو؟ استنوا في مفاجأة، خليك معايا. إحصاريات الفريقين: الهلال المركز الأول 53 نقطة من 21 مباراة. الاتحاد المركز السابع 37 نقطة من 21 مباراة. الهلال يدخل المباراة بثقة كبيرة كمتصدر، بينما الاتحاد يبحث عن تقليص الفارق والدخول بقوة في سباق المراكز المؤهلة. تشكيل الهلال أسلوب لعب. لو بتحب الهلال اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. المدرب سيموني إنزاغي. حراسة المرمى ياسين بونو. خط الدفاع حمد اليامي، خالد كوليبالي، حسان تنبكتي، ثيو هرنانديز. خط الوسط روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش. خط الهجوم مالكوم، سالم الدوسري، كريم بنزيما. التحليل الفني للهلال. الفكر التكتيكي. المدرب سيموني إنزاغي يعتمد غالبا على 4-3-3 متحولة إلى 3-4-3 أثناء البناء. ضغط متوسط مع تسارع هجومي سريع. استغلال الأطراف بشكل مكثف. البناء من الخلف. وجود ياسين بونو يمنح الهلال بداية لعب نظيفة. ثنائي الدفاع كوليبالي وتنبكتي يوفر قوة بدنية، تفوقا في الكرات الهوائية، تمرير طويل مباشر نحو الأجنحة. الهلال سيحاول سحب ضغط الاتحاد وخلق مساحات خلف فابينيو. مفاتيح اللعب روبن نيفيز، منظم الإيقاع والتحكم في الرتم. ميلينكوفيتش سافيتش، الاختراق من العمق والدخول كمهاجم ثالث. سالم الدوسري ومالكوم، اللعب 1 ضد 1 على الأطراف. كريم بنزيما، محطة هجومية وربط اللعب، التحرك بين الخطوط. نقاط القوة: تنوع الحلول الهجومية، عرضيات ثيو هرنانديز، التسديد من خارج المنطقة، خبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبيرة. نقاط الضعف: تقدم الظهيرين يترك مساحات خلفهما، بطء نسبي عند التحول الدفاعي، الاعتماد أحيانا على الحل الفردي. تشكيل الاتحاد أسلوب لعب. لو بتحب الاتحاد اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. المدرب سيرجيو كونسيساو. حراسة المرمى بريدراغ رايكوفيتش. خط الدفاع مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، حسن كادش. خط الوسط فابينيو، حسام عوار، محمد دودومبيا. خط الهجوم موسى ديابي، ستيفن بيرغوين، يوسف النصيري. التحليل الفني للاتحاد. الفكر التكتيكي. المدرب سيرجيو كونسيساو. الاتحاد يميل إلى 4-3-3 دفاعية، التحول السريع، اللعب المباشر خلف الدفاع. الخطة المتوقعة: الاتحاد سيعتمد على إغلاق العمق أمام نيفيز، رقابة لصيقة على بنزيما، استغلال سرعة موسى ديابي وبيرغوين في المرتدات. مفاتيح اللعب: فابينيو، كسر الهجمات وبدء التحول. حسام عوار، التحرك بين الخطوط. يوسف النصيري، استغلال العرضيات والكلات الطويلة. نقاط القوة: سرعة التحول الهجومي، قوة بدنية في الوسط، كرات ثابتة خطيرة. نقاط الضعف: بطء نسبي في قلب الدفاع، تراجع الثقة خارج الأرض، تذبذب في التركيز الدفاعي. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. الصراع التكتيكي في المباراة. المعركة الوسط نيفيز وفابينيو، الفريق الذي يفرض إيقاعه في الوسط سيسيطر على المباراة. الأطراف ثيو وسالم ضد الشنقيطي، ديابي ضد اليامي. الأطراف ستكون سلاح الفريقين الرئيسي. الكرات الثابتة: الهلال يمتلك تفوقا هوائيا، الاتحاد يجيد الضربات الركنية والهجمات المرتدة السريعة. السيناريو المتوقع للمباراة: الهلال يبدأ بالضغط والسيطرة، الاتحاد يتراجع وينتظر المرتدات. إذا سجل الهلال أولا قد تتسع المساحات ويصبح اللقاء مفتوحا. إذا صمد الاتحاد سيزداد التوتر على المتصدر. المباراة مرشحة أن تكون تكتيكية أكثر من كونها مفتوحة. مع المحلل أداء أحمد مجدي. لو عجبتك الفيديو اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس، وهجيب لك كل أخبار كورة عالمية المتعة الحصرية. شكرا عليه المتابعة.